باستثمارات واتفاقات للشراكة والتصدير بملايير الدولارات، اغتنمت الشركات والمؤسسات الجزائرية الفرصة لافتكاك عقود تجارية واستثمارية بلغت 11.4 مليار دولار، فيما تتفاوض بخصوص فرص تصدير والتزامات ستوقع لاحقا بقيمة 11.6 مليار دولار، أرقام جعلت من نسخة معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر محطة لاستكشاف الشراكات والترويج للمنتجات والخدمات والتواجد في الأسواق الإفريقية. كانت مشاركة مثمرة بالنسبة للمجمع، كانت لديها فرصة من أجل التعرف على شركاء جدد إفريقيين، ما سمح اليوم على بتوقيع اتفاقية مهمة بالنسبة للجزائر وبالنسبة للمجمع. تم التوقيع اليوم على اتفاقية فوق 200 مليون دولار بين المجمع وشركة أوغندية متخصصة في زراعة البن. هذه الاتفاقية ستسمح بتصدير ما يفوق 100 مليون دولار من منتجات المجمع وترويجها في السوق الأوغندية والدول المجاورة لها. بالنسبة للمعرض التجارة البينية لETF كانت طبعة جد مميزة، لأنه فاتلنا وحضرنا على كل حال الطبعة الثالثة اللي نظمت في مصر، لكن الطبعة هذه تاع الجزائر الطبعة الرابعة كانت فيها أكثر تبادلات وكانت فيها أكثر تسهيلات. تعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية يمر حتما عبر توسيع الاستثمارات وإدراك احتياجات دول القارة واستغلال الامتيازات والإمكانيات التي تحوزها الجزائر، وهي مؤشرات ترفع سقف الطموح لدى المؤسسات الجزائرية في قارة لا يقارن حجم استهلاكها بكمية إنتاجها. بالنسبة للآفاق المجمع تندرج هذه الخطة في تعزيز مكانة الشركة على مستوى السوق الإفريقية والذهاب ما وراء دول الساحل، خاصة أن المجمع حاضر حاليا على مستوى موريتانيا، على مستوى مالي، لديه بعض العلاقات على مستوى السنغال، لكن الهدف الأساسي هو الدخول بقوة في السوق الإفريقية وما بعد خط الاستواء. وإن شاء الله كاين بزاف دي بروسبي اللي شفناهم وجاول عنا وتكلمنا معهم في محادثات جد كبيرة معاهم، اللي راح إن شاء الله نزيدوا نضيو معاهم بس بعد المعرض. من مجمل 48.3 مليار دولار من الصفقات المبرمة في الطبعة الرابعة للمعرض، حازت المؤسسات الجزائرية على قرابة ربع هذه القيمة، ما يعكس دور الجزائر ومؤسساتها الاقتصادية كمحرك رئيسي في قارة المستقبل، ويؤكد أنها المنصة التي تبنى عليها أسس التكامل الاقتصادي الإفريقي.